مضايقه عيني عينك. الشركات دلوقتي بتعمل ايه؟ طبعا يا جماعه انا مش شغال، وهوريكم طبعا البرامج بتاعي. انا طالع الشركه، انا شغال، انا راجل محاسب. الشركات دلوقتي بتعمل ايه؟ تقول لك تعالى يا حبيبي يا غلبان، انت عملت مقاطعه، طيب يابا تعالى مفيش مشكله، احنا هنزود مضاعفه اجره ونعمل ريت عالي. انت المفروض النهارده هتخسرني كام؟ هتخسرني كام النهارده؟ هخسرك جنيه. لا يابا انا هاخد 2 جنيه، انا هكسب 2 جنيه من مضاعفه اجره. تيجي الكباتن الجعانه تنزل تشتغل بمضاعفه الاجره، تقول لك الحمد لله ان الكباتن ما بتشتغلش في الوقت ده. يا بني ادم احنا بنعمل عشانك، احنا ما بنشتغلش عشان خاطر السعر بتاع الكيلو يعلى. فيقوم حضرتك نازل زي ما تخلينيش اغلط، تقوم حضرتك نازل واخد المشاوير وتقول لي يا عم ده رزقي ورزق عيالي. رزق عيالك ايه؟ انت حمار، انت مش فاهم حاجه. انت تستنى شويه على نفسك، استنى شويه هتلاقي رزقك انت بتاخده. خد رزقك، ما تاخدوش، ما تخطفوش، ما تبقاش خاين، ما تبقاش خاين وتنزل تشتغل. استنى شويه على نفسك، قاطع معانا، هتبص لاقي الكيلو نفسه المطالب اللي احنا عايزينها اتعملت. انما النهارده انت فاكر ان الشركه النهارده كده خسرت؟ الشركه ما خسرتش، الشركات كلها عامله مضاعفه اجره عشان سيادتك الشويه اللي نازلين ياخدوا الرحلات دي، فيقوم الرصيد بتاعهم العموله اللي بياخدوها هي كمان تضاعفت، يا اما ساوت ايامهم يا اما زادت على الايام بتاعتهم، عشان سيادتك خاين، مش اكتر من خاين. فتحت من شويه دي ابص عليه اشوف ايه الدنيا، لقيته مضاعفه اجره في كل الاماكن. اوبر نفس الشيء، اندرايف ده كده كده حقير. في ايه يا عم؟ ما تهدى على نفسك يا عم، ما تستنى يا عم، خد الرزق بتاعك يا عم بالحلال يا عم. انت بتاخده حلال لنفسك، بس انت خاين عشان خاطر تنزل وتسيب الكباتن وتخلينا احنا نعمل مقاطعه وسيادتك تنزل تشتغل. انا هقول لك ايه؟ ولا اي حاجه، شركات وسخه شغالين معاها.